السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ده اول فيديو على القناة، اتمنى يعجبكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل اكلة باذن الله يعني تعجبكم لو جربتوها، بطاطس سوري بالجبن. آه، ندخل على الوصفة على طول. آه، انا الاول كنت بعمل بيض. بنعمله. احنا هنا عملنا البيض الاومليت. علشان خاطر هنحط فيه الجبنة. دي جبنة نوعها اسمه حلوم، هتشوفوه معانا في الفيديو. حلوة جدا في السندوتشات السوري. دي اللي بتحط عليها بقسماط وبتتقلي في الزيت. فانا هنا حطيت توابل، حبة البركة وفلفل اسود، بس ما حطيتش حاجة تاني. ما ننساش السبسكرايب بالاشتراك في القناة. آه، بس انا هنا بقى حطيت التوابل وقلبتها كويس. بس انا كده هنا كنت بجيب البقسماط عشان احط بقى الجبنه في البيض وبعد كده في البقسماط. وكنت محضره البطاطس. طبعا انا كنت يعني عايزه الفيديو. انا هنا كنت مسرعه بقى الفيديو علشان خاطر ما يطولش على حضراتكم. انا هنا بحط طلعت البطاطس طبعا وحطيت الجبنه. آه، بس عشان خاطر تتحمر، وما تسيبوهاش كتير في الزيت علشان خاطر هي كمان ايه السخونيه بتاعت الزيت، فبتخليها بتبقى داخله ان هي هتسيح. احنا مش عايزينها تسيح، احنا عايزينها بس لو تسخن مع الزيت كده ويبقى طعمها احلى طبعا، وتبقى فيها قرمشه زي ما جت الصوره مع حضراتكم. هنا كنت بوريكم التوابل بتاعت بهارات البطاطس دي. جميلة جدا، حلوة قوي يعني. بحطها على البطاطس، حتى البطاطس اللي هي الصينية بالصلصة بتبقى حلوة قوي. بس فأنا هنا بقى يعني حطيت شوية، ما كترتش يعني، احنا مش بنحب التوابل كتير، ودي على حسب الرغبة. وفي مثلا بيحبوا يحطوا ملح على البطاطس، برضه حسب الرغبة. فانا هنا حطيت توابل على البطاطس وجبت العيش السوري. ان شاء الله هبقى انزله لكم في وصفه تانية، في فيديو تاني ازاي نعمل العيش السوري، وسهل جدا وحلو يعني، ومش مكلف خالص. بس انا هنا كنت بحط البطاطس، وبعد كده حطيت الجبنه دي اللي هي نوعها اسمه مشلله. دي حلوه قوي من الجبن السوري. حلوه زي الموتزاريلا كده مثلا، بس المطه بتاعتها بتبقى اكبر، وبتبقى فيها سنة ملوحة يعني حاجة بسيطة. لكن الجبنة الموتزاريلا الملح فيها مبيبقاش باين. بس فانا طبعا هنا عملت السندوتشات والعدد زي ما انتوا حابين على حسب اللي هياكلوا يعني. بس انا كده كنت بحضر بقية السندوتشات السوري. وفي طبعا الجبنة اللي هي الحلوم اللي احنا حطيناها في البقسماط والزيت. برضو عملت بيها، وكانت حلوة جدا. وعلى فكرة مش لازم انواع الجبن دي يعني، ممكن جبنة موتزاريلا، انا كتير ما بيبقاش عندي انواع الجبن دي، ممكن احط جبنة شيدر، جبنة رومي. يعني اللي نفسه مثلا يعمل بطاطس بالجبنة مش لازم يجيب جبنة مخصوص او يشتريها او يكلف نفسه. طبعا لا يعني احنا هدفنا هو ان احنا نعمل الاكل اللي احنا نفسنا فيه، ما يكونش نفسنا في حاجة، وفي نفس الوقت بتدي طعم الأكلة، تبقى طعمها حلو وتبقى التكلفة بسيطة، وتبقى في متناول ايد اي حد انه يعملها. بس انا هنا كنت خلصت السندوتشات وحطيتها في الجريل، او لو ما فيش جريل عندك ممكن طاسة عادية خالص. بنسخنها الاول بس شوية على نار عالية، وبعد كده بنوطي خالص عشان العيش ما يتحرقش معانا. احنا عايزينها بس تبقى سخنة عشان لما العيش يتحط يسخن معانا بسهولة. وطبعا احنا بندوس عليه بمعلقة كده علشان خاطر يسخن كويس. طبعا في المحلات بيبقى فيه حاجة بتضغط على العيش عشان السخونة تبقى واصله له كلها، واصلة للي حشيناه جوه في الساندوتش بس. وبنقلبه
ودي الاكله في النهايه، مع جنبها بقى طبق مخلل، اي نوع مخلل موجود، مفيش مشكله. بس هي الاكله دي بتبقى حبه مخلل يعني، بتبقى حلوه بيها. انا هنا كنت بوريكم بقى الساندوتش من جوه كان عامل ازاي. طبعا بالجبنه والبطاطس جميل. لو مش عايزينه بجبنه وبطاطس، ممكن شاورما، ممكن كبده، في افكار كتير قوي. ولو عايزين نجرب لكم اي حاجه تاني سندوتشات سوري باي حشوه تانية قولولي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.